تمن الماش العراقي أو بعض الدول تسميه المموش من الأكلات العراقية البسيطة والمحبوبة، رغم أن مكوناته قليلة لكن طعمه مميز ونكهته مختلفة. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدأ هالوصفة السهلة واللذيذة. عندي هنا كوب إلا ربع من الماش راح أنقعه بالمي لمدة ساعة تقريبا. وأيضا عندي هنا كوب من الرز البسمتي، هم راح أنقعه لمدة ساعة تقريبا. بعد ساعة غسلت الماش وصفيته وضفته بقدر، وراح أضيف 4 أكواب من الماء الساخن وتركه على حرارة عالية إلى أن يغلي، وبمجرد أن يغلي راح أرفع الرغوة المتراكمة، وبعدها راح أتركه على حرارة هادئة. بعد 20 دقيقة لاحظت إن الماش نضج عندي لكن نفس الوقت محافظ على شكله. وهسه راح أضيف الرز اللي غسلته وصفيته أيضا، وراح أضيف الملح بهاي المرحلة وقليل من الكركم، وهو اختياري بهاي الوصفة، وراح أتركه على حرارة متوسطة إلى أن ينشف مي الرز. ومن ينشف المي راح أتركه تقريبا ربع ساعة على حرارة هادئة حتى يتهدر. بهالأثناء راح أحضر البصل المقرمش. عندي هنا بصلة متوسطة الحجم راح أقطعها على شكل شرائح، بعدين هاي الشرائح راح أفصلها بالإيد بهذا الشكل، وراح أضيف ملعقة طعام من النشا وأمزج البصل ويا النشا حتى نحصل على القرمشة المطلوبة. وهسه أغلي البصل بزيت غزير ساخن وعلى حرارة أعلى من الوسط، وأقلب شرائح البصل حتى أحصل على لون موحد من كل الجهات، وأرفع الشرائح من تاخذ هذا اللون الذهبي الحلو. وأكيد راح أخليها على مناديل المطبخ حتى تمتص الزيت. وهسه نرجع للتمن بعد ربع ساعة من التهدير. راح أضيف مقدار من الزيت اللي قليت بيه البصل، هذا يعطينا نكهة كلش طيبة للتمن. وأيضا راح أغطي القدر وأتركه تقريبا ربع ساعة والحرارة مطفية. وهيش صار عندنا تمن الماش جاهز. هسه نصبه بصحن التقديم، ونخلي هسه شرائح البصل المقلية المقرمشة. يتقدم مع الروبة أو الدبس حسب الرغبة. جربوا هالأكلة البسيطة السهلة واللذيذة، وألف صحة وعافية.